كتير بنسمع جملة اعتزل ما يؤذيك. الجملة دي مريحة جدا وبتحسسنا بالانتصار لحظة ما بنقرر نقفل الباب في وش شخص ضايقنا. لكن مع الوقت الناس بدأت تبالغ في الاعتزال لدرجة إننا بقينا بنخسر ناس كان ممكن نلاقي معاهم حل وسط. النتيجة دوايرنا بقت تضيق وبقينا بنحس بالوحدة رغم إننا بنحاول نحمي سلامنا النفسي. هل فعلا حماية النفس معناها إننا نعيش في جزيرة لوحدنا؟ ولا في طريق تالت بيجمع بين الهدوء النفسي والذكاء الاجتماعي؟ النهاردة هنتكلم عن فن المسافة الآمنة. إزاي تفضل وسط الناس وتستمتع بحياتك ومن غير ما تسمح لأي حد إنه يسرق طاقتك. أكبر استنزاف بيحصل لنا هو إننا بنعامل كل الناس بنفس الدرجة من الأهمية. تخيل إن طاقتك هي حصالة. هل منطقي تحط البيت كله في سلة واحدة؟ طبعاً لأ. عشان كده لازم تصنف علاقاتك في 3 دوائر. الدايرة الأولى هي الملاذ الآمن، أهلك، أصدقائك الحقيقيين، دول اللي بتفتح لهم قلبك. الدايرة التانية هي دايرة الود، زمايلك، جيرانك، دول بنتعامل معاهم بلطف بس بحدود. الدايرة التالتة هي دايرة التعامل الرسمي، دول الناس اللي مضطر تتعامل معاهم بحكم الشغل أو الحياة عموماً. السر هنا مش في قطع العلاقات، السر في إعادة التسكين. لو في حد في الدايرة الأولى بدأ يرهقك، نزله للدايرة التانية. لو حد في التانية وبقى مصدر قلق، برضه نزله للتالتة. كده انت حافظت على صلة الود، بس قفلت المصدر اللي كان بيسحب طاقتك. في نوع من الناس بنسميهم الإسفنجة، دول بيمتصوا مشاعر اللي حواليهم. لو قعد مع حد بيشتكي، يقوم من القعدة هو شايل هموم الدنيا، ولو حد انتقده بيفضل يفكر في الكلمة أيام وليالي. الحل عشان تحمي سلامك هو إنك تتحول من إسفنجة لمراقب. لما حد يفرغ طاقة سلبية قدامك، اسمع له بعقلك مش بقلبك. اسأل نفسك، هل الكلام ده حقيقي؟ هل دي مشكلتي أنا ولا مشكلته هو؟ لما تدرك إن عصبية المدير أو شكوى صديق المستمرة هي انعكاس للي جواهم هم مش للي جواك أنت، هتقدر تقعد معاهم وتسمعهم وإنت في قمة هدوءك، لأنك ببساطة بطلت تمتص مشاعرهم. إحنا عايشين في عصر الإتاحة الكاملة، الموبايل في إيدينا 24 ساعة، وده خلى الناس تتوقع إنك لازم ترد في نفس اللحظة. الضغط ده في حد ذاته بيدمر السلام النفسي. تعلم مهارة الرد المتأخر. مش لازم ترد على رسائل الواتساب بمجرد ما توصل، ومش لازم ترد على كل مكالمة وانت في وقت راحتك. حدد لنفسك ساعات أوفلاين. الشخص اللي بيحترم حدودك هيقدر ده، والشخص اللي بيغضب من استقلالك هو أول واحد محتاج تحط بينك وبينه مسافة. حقك في الخصوصية والهدوء مش قلة ذوق، ده حق مشروع عشان تقدر تكمل. جزء كبير من وجعنا في العلاقات بيجي من سقف التوقعات. بنبقى متوقعين إن الناس هتفهمنا من غير ما نتكلم، أو إنهم هيعاملونا بنفس الطريقة اللي بنعاملهم بيها. الحقيقة إن البشر ناقصين، وكل واحد فينا عنده عيوبه. لما تتقبل إن فلان ده لسانه عديم التعبير بس قلبه طيب، أو إن فلانة دي شخصية درامية بطبعها، هتبطل تتصدم. السلام النفسي بيجي لما بتبطل تحاول تصلح الناس وبتبدأ تركز في إدارة علاقاتك بيهم حسب طبعهم. أنت مش مسؤول عن تغيير العالم، أنت مسؤول عن نفسك بس، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال. في النهاية، حماية سلامك النفسي هي فكرة بتنميها مع الوقت. مش محتاج تخسر كل الناس عشان ترتاح، ومحتاج بس تكون القائد في حياتك الشخصية. أنت اللي بتحدد مين يدخل ومين يخرج ومين يفضل على الباب. افتكر دايما إن القوة الحقيقية مش في إنك تهرب من الدوشة، القوة إنك تلاقي سكونك الداخلي حتى وإنت في وسط الدوشة. لو الفيديو ده ساعدك تشوف علاقاتك بشكل مختلف، ادعمني بلايك وتعليق، واشترك في القناة علشان يوصلك كل الفيديوهات.